الحب فاهمين انواعه واشكاله وطريقته، ولا احنا بنقوله لفظ كده وخلاص؟ اسمع مني كلام واحد، الحب مش قالب واحد، مش كل حب زي بعضه، وكل علاقة ليها طعمها وحدودها. في فرق كبير بين اني احب امي، وبين اني احب زوجتي، وبين اني احب اولادي، وبين اني احب اصحابي. كل حب له شكله وطبيعته وطول الطريق اللي بيمشيه. امك مثلا دي تعب سنين، دعاء وظهر اتشال عليك. حب الام مش منافسة، ده اساس. زوجتك شريكة عمرك، عشرة، تفاهم وستر. حبها مشاركة واحترام وامان. ولادك روح ماشي على الارض، حبهم خوف، حرص، تضحية. صحابك مشاركة وقت ومواقف، ليهم مكانتهم، بس مش نفس الدرجة. المشكلة فين؟ اللي بيخلط بين الحب والتحكم، اللي بيخلط بين الغيرة والامتلاك. ده اللي بيخلي ناس تزعل وتتخانق وتضيع علاقات. يعني زوجة تزعل عشان خاطر جوزها بيحب امه قوي، او ام تزعل عشان ابنها اختار زوجته او مراته. ده سوء فهم، مش حب. اسمع مني، الحب مش غيرة، الحب امان. القلب مش كرسي واحد يقعد عليه واحد والباقي يقف. القلب كبير وواسع، بس اللي بيضيقه هو الأنانية والخوف والتحكم. واللي فاكر نفسه أنا الأول في كل حاجة، اعرف إنك هتخسر كل حاجة قبل ما تفهم الحب أصله إيه. وخلي بالك، اللي بيحبوا بجد ما بيضيعوش عمرهم خايفين، إحساس، بحس، ويضيعوا وقتهم. اللي بيحب اجري على اللي بتحبه، ما دمت مقتنع بيه وما دمت واثق إنه بيحبك. اجري عليه وما تضيعش العمر. كلنا إلى زوال. بلاش تضيعوا ايامكم واعماركم في حاجات ملهاش اي معنى. ارجعوا، اجروا على حياتكم. مش معنى انك تحب انسانة انك ممكن يقلل ده من حب لحد تاني. كل حب بيختلف، وكل حب وله طبيعته وحدوده زي ما قلنا. اللي عايز يرجع للي يستاهل يجري دلوقتي قبل ما قطر العمر يجري وما يرجعش.